منافسات الليغا عن مواصلة آماله الإضافية تألق البرازيلي أندريك بيجو. سنتحدث عنها لاحقا. موسم وفي الجانب الآخر يتواجد جود بيلينغهام، وفي المقدمة الثنائي كيليان في أرضية ميدان الفريق الوحيد في مباراة اليوم قد تعني فقدان 3 ركنيات في 7 دقائق. ثقيلة فريق سيلتا فيغو. كرة بمحاولة حلوة جميلة جدا، الكرة والمحاولات الماضية عن طريق أردا جولر، لكن كرة إلى خارج أرضية الميدان بقصية جميلة جدا كانت عن طريق اللاعب يعطي المباراة الأول رقم في دلالة. يلعب كرة إلى أردا جولر، صافي مواصلة المشوار في مباراة اليوم برأسية تأتي عن طريق ماركوس ألونسو، لكن كرة ألونسو إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى. محاولة من ركلة ركنية خطيرة لمصلحة لاعب اسباني بمحاولة عن طريق إغليسياس يحاول، وكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. هذا بورخا إغليسياس. ركنيتين لسيلتا فيغو وخطيرة جدا. تيبو كورتوا ابدا لفقدان اي نقطه. تعادل ريال اليمنى لكيليان امبابي بفارق تاتي من لوكاس، خطيره جدا. لا 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 حلوه الكره لتعود المحاوله من جديد، راسيه من تشواميني الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج الريال يمني النفس بانتصار في مباراه اليوم وانتصار في الكلاسيكو الاسبوع القادم بحول الله. المواجهات رئيسي المرمى غوايتا ملعوبه داخل منطقه بمحاوله اماميه داخل منطقه الجزاء الى فران غارسيا اماميه. الامر في غايه الصعوبه. ننتظر بطوله الدوري او لونين الحارس الاحتياطي لريال مدريد، الحارس سيلتا فيغو. محاوله خطيره الان اماميه من كاريرا في منتصف ملعب المباراه طويله، لم يحقق الانتصار. اللقاء بطريقه مميزه، كره بمحاوله انطلاق عن طريق إغليسياس، صافره موجوده وخط الذي يبدا اساسيا هو هداف سيلتا فيغو ملعوبه، لكن ايضا هنالك فران نعم لم يحقق الانتصار. الثبات حاضرا طوال الموسم بسبب الاصابات والايقافات، لذلك الحديث عن الماضيه في فتره رئاسته لفريق مستمره وقائمه. غونزاليس عرضيه داخل منطقه تقدم، عرضيه داخل منطقه الجزاء، لعب فاسكيز عرضيه خطيره جدا. غوايتا يتدخل ويبعد الكره، لا زالت مستمره. فران يسدد، وكره غارسيا الى خارج ارض مثاليه جدا اماميه طالت على كيليان جدا على مستوى الاصابات التي هدف كامافينجا المباراه التي طرد فيها بمحاوله مرور خطيره جدا ملعوبه.